السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيتكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد. مرحبا بكم في القناة ديالي يوميات سارة. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. واليوم جيتكم بقصة جديدة، صراحة واحد القصة عجبتني، قريتها وعجبتني وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم، ونتمنى تعجبكم حتى نتوما. الصراحه عجبتني، فيها واحد العبره زوينه. هاد القصه هذه كتهضر على واحد المراه. كانت واحد المراه بسيطه خدامه في الديور، كتخدم بالنهار وكتشد شويه ديال الفلوس، ولكن كانت كتفكر بعيد. كل مره كانت كتشد شي ريال كانت كتدخر شويه، درهم، 2 دراهم، 5 دراهم، المهم اللي كان. الناس كانوا كيضحكوا عليها، كيقولوا لها اش غدير ليك درهم، اش غدير ليك 2 دراهم، وانتي اصلا داك الفلوس اللي كتاخدي من ديك الخدمه بسيطه، داكشي اللي كتاخدي بسيط، ماشي شي حاجه اللي غادي يدخر منها الواحد. وهي ما كانتش كديها فيهم. كانوا كيقولوا لها داك 2 دراهم ولا داك درهم ما غتشري لك حتى خبز، اش غيدير لك داكشي. هي ما كانتش كديها فيهم، كانت دائما كتقول لهم انا كنامن بواحد المقوله كتقول قطره قطره يحمل الواد. المهم دازو سنين وهي باقا كتداخر، باقا غادا في الموقف ديالها، ما زعزعتها حتى شي حاجه. واخا كيقولوا ليها داكشي كامل اللي كيقولوا ليها، باقا كدير داكشي اللي كيقول ليها راسها واللي كتحس به مزيان. ايوا صافي. ولكن هي ما كانتش كتداخر غير الفلوس صافي، كانوا حتى الافكار اللي كيكونوا عندها في دماغها. كتقول مع دماغها غدير شي مشروع، عندها شي حلم، ما كانت كتقولوا حتى واحد، كانت كتقولوا بينها وبين راسها صافي فقط. يعني دوك الفلوس اللي كانت كتدخرهم ما كانت كتقول حتى واحد شنو غدير بيهم، يعني كدير داكشي كله مع راسها صافي. ايوا جا واحد النهار طاحت في الخدمه، طاحت صافي ما بقاش غادا تخدم، يعني ملي طاحت ما بقاش قادة تخدم. ولكن ما بقاش فيها الحال. علاش ما بقاش فيها الحال؟ حيت عندها الادخار ديالها، عندها دوك الفلوس اللي كانت كتدخرهم اعوام. دوك الفلوس اللي كانت كتدخرهم اعوام جبدتهم في ديك اللحظه اللي كانت محتاجاهم فيها. جبدت ديك الصنيديقه ديالها، جبدت ديك البركه اللي كانت خباتها فيه. اشنو دارت بها؟ مشات دارت بها مشروع صغير. هذا المشروع صغير فيه كروسه، وكانت كطيب الحرشه، كطيب الحرشه وكتمشي حدا المدرسه في واحد القنت، وكانت تما كتبيعها. شكون مشى عندها عاوتاني؟ مشاو عندها هادوك اللي كانوا كيقولوا ليها اش غدير لك درهم، اش غدير لك 2 دراهم. مشاو عاوتاني قالوا ليها انت راكي غير كتعذبي في راسك، هاد الشيء راه ما غيعطيكش، ما كتبيعي حتى شي حاجه، هاد المشروع هذا راه غيفشل. يعني بزاف ديال الحاجات كانوا كيقولوا ليها. حيت بصح في الاول ما كانش داكشي كيتباع ليها مزيان، وما كانش كتربح فيه مزيان. ومشاو حتى هما كيقولوا ليها راكي غير كتضيعي في وقتك، هادشي اللي درتي راه ما غيزيدك حتى شي حاجه، انت راه غير كتخسري في داكشي. هي باقا على الموقف ديالها. المهم دازو شهور وهي باقا كتمشي وتجي، باقا كتمشي لديك البلاصه كتبيع فيها، وباقا كدير ديك الحرشه ديالها وكتديها. شويه ولات المراه كتخدم مزيان، ولاو كيجيوها الناس بزاف، ولات كتبيع مزيان، ولات كتدخل الفلوس، ولا المشروع ديالها الصغير كيدخل ليها الفلوس. صافي ولات كتدخل الفلوس شويه بشويه شويه بشويه، حتى دخلت الفلوس ودارت مشروع كبير. حلات المحل ودارت فيه مشروع كبير، ولات هي اللي خدمات معاها البنات ديال الحي. وهادوك اللي كانوا كيقولوا ليها هادشي اللي كديري ما منوش، فينا هما اللي كانوا كيضيعوا في وقتهم. اما هي كانت غاده في الحياه ديالها، كانت غاده شويه بشويه، كانت غاده دقه بدقه. وهاد القصه هذه علاش قلت انني خصني نشاركها معكم، حيت عجبتني. العبره ديالها شنو هي؟ العبره من هاد القصه هي ما تخليش الضحك ديال الناس يوقفك على شي حاجه انت كتحلم بها وانت باغي ديرها. ما تخليش الفشل الا درتي شي حاجه وفشلتي فيها، ما تخليش يهرسك وتبقى في بلاصتك.
درت شي حاجه وجربتها ما نعتبرهاش فشل، نعتبرها تجربه. صافي داز ديك الحاجه نوض لحاجه اخرى، ولا حتى ديك الحاجه نيت نقدر نعاود عاوتاني نوقفها على رجليها ونعطيها. ايوا كانت هذه هي القصه اللي عجباتني، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم نتوما. شكرا لكم بزاف على المتابعه، نتمنى تكون هذه القصه عجباتكم وحفزتكم شويه معايا، ونتمنى نتوما ديروا بهذا الكلام هادي وديروا ما دارت هاد المراه هادي البسيطه. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم، يكون نال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم بزاف. وصلنا للنهايه ديال الفيديو والنهايه ديال القصه. ما تنساوش الى عجبتكم بحال هاد القصص هادو قولوها لي، كتبوها لي في التعاليق ونبدا نقول لكم بحال هاد القصص هادو. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وقصه جديده ان شاء الله. باي باي.